ده يبقى يعني بنقول لبقيه الجماهير احنا اهو خلاص مفيش مشاكل بيننا وبين الانديه، مفيش مشاكل بيننا وبين الرياضه، احنا بنيجي زي ما كنا زمان، بنيجي نشجع الزمالك ونشجع الاهلي ونشجع الاسماعيلي. فدي خطوه ممكن ما ينفعش بقى يخشوا جوه اوضه اللبس تحصل مشكله. لا ما ينفعش، يبقى هذا كلام يعني غير مسؤول من لا. جمهور، وكما تشاهدون الملعب قد تعبأ ب ومعلومات ان الجمهور هيخرج بعد 15 دقيقة من دخول الملعب، ثم قالوا بعد بداية المباراة ب15. عرف السيد بيحاول هجوميا هو احمد حسن، وادي خطيرة، والهدف الاول، الهدف الاول لسه بقول لحضراتكم بيفكر خطأ قاتل قاتل قاتل. عرف السيد بيحط الجول الاول لحظة ارتباك تمام. ادي الكرة اهي، وادي الخطأ كان من احمد صديق، رجع الكرة قصيرة، كان عايز يرجعها لشريف، تقطع من عرفة وترجع لاحمد صديق. ادي الجمهور زي ما انتم شايفين يغادر الملعب المصري ورجال الشرطة اللي تعاملوا مع الموضوع بحكمة كبيرة جدا. ادي زي ما انتم شايفين الخروج، مغادرة المدرجات. هم قالوا احنا عندنا رسالة عايزين نوصلها. ادي زي ما انتم شايفين معظمهم منين عرابي. ادي هنا خروج مجموعة من الشباب محتاجين يغادروا بسلام وبهدوء ايضا، اعمار صغيرة زي ما انتم شايفين، يعني من سن 14 سنة وانت طالع. ان اليد الرخوه هي بتفرض فوضى، والفوضى ما تصنعش نظام. لكن ادي سقوط على الارض بركله جزاء ولا ايه؟ انذار وركله جزاء، انذار لشوقي السعيد وركله جزاء لعرقله دومينيك مع الدقيقه 19 من زمن الشوط، او الدقيقه 18. ادي هنا دومينيك واخد رجله وهي على الارض بعد ارتطام مع شوقي السعيد. دقيق النظر ويتقدم بركات، يتقدم وبالهدوء وبالرزانة وبخبرات، وانصرفوا. إذن هي مباراة للتاريخ بالمناسبة، لأن لم يحدث في تاريخ الكرة المصرية مع الشهاب. ثم بركات مرة تانية، لسه المباراة ما دخلتش في دائرة الإمتاع. ادي دومينيك عايز يلعب عرضية، دومينيك عدى يا ولد وتوغل ويلعب العرضية. حلوة 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 عبد الظاهر. ما استمتعناش شكلنا هندخل على المتعة والروقان بعد ما خلاص الأجواء في السماء انقشعت عنها الغمامة السوداء أو الحمراء أو السحابة الحمراء. كان في الله 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 الله، هي المتعة تبدأ. عبد الظاهر يصحح الأوضاع للنادي الأهلي مع الدقيقة 21، نفس رقم قميصه مع نفس رقم قميصه. ادي تاني شكري ملعوبة بيقوم بالمهام دي بدلا من مين بقى؟ بدلا من احمد شديد يناوي الاعلى. استلام يا ولد، صديق انطلق، حط الكرة طويلة، بركات بيحاول هيلعب العرضية من مرة واحدة، خد الركنية. لا حلو الكلام. الملعب اصحاب الزي الاحمر، وادي هنا مره ثانيه ملعوبه بره منطقه 18 لبركات اللي بيفكر يعمل عرضيه، والضربه الراسيه وترتد، ودومينيك مره ثانيه ويعليها مره ثانيه. الله، لا 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 يا شكري، حلوه 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 حلوه. بدينا عزف السيمفونيه الجميله لهذا اللقاء، سيمفونيه كرويه مدتها حوالي 4-5 دقائق. الدقيقه 23 دلوقتي، بدات مع الدقيقه 17. تمكن الأهلي في النادي هناك في الجونة أن يرسلوا احتجاج رسمي على تأخر المباراة. هذه هنا بطاقة صفراء للاعب حسن جمعة، انذار. إذن شوقي السعيد انذار وحسن جمعة انذار، ويؤكد أن دخول الجماهير عكس اللائحة، وهنا اختلاف. وادي عاشور الأدم مظبوط، وهي بطاقة حمراء ولا إيه؟ هي بطاقة حمراء ولا إيه؟ لأنه شاف حط إيده. هذه بطاقة ثالثة، ده 3 بطاقات في توقيت واحد. حسن جمعة خد بطاقة، والمفروض مصطفى فؤاد يتدخل. ادي مصطفى بيتكلم معاه دلوقتي، انما عاشور الادم خد بطاقه ايضا.
ادي مصطفى فؤاد بيتكلم معاه، دومينيك بيتكلم معرفش بأنه لغة بيتفاهموا مع بعض الاثنين. ادي الزملاء الاعلاميين وممثلي القنوات الفضائية. كابتن ناصر عباس بيهدي الجهاز الفني، وادي البطاقة، وادي الطرد، خلاص طرد، عشان كده انفعل. كان كده الانفعال بيقول له سريع سريع ورا بعض ورا بعض، لكن حسن جمعة انا قلت لحضراتكم حطت الايد دي ما تجيش بسلامة ابدا. طلع بره شوقي السعيد البطاقة الصفراء الثانية، وبالتالي يغادر الملعب. واحد من اقدم اللاعبين في فريق الجونة من فترة الصعود مع كابتن اسماعيل يوسف والكابتن محمد مصطفى والدكتور قاسم أدري، كانوا دول مع فرقة الصعود. ثم الموسم اللي لعب في الدوري الممتاز وانضم للجهاز ده الكابتن سامي الشيشيني مع الكابتن سيد ابو دومه مدرب حراس المرمى. لكن ادي الفاول واضح وهو على الارض، ادى الاهلي كمان يعني مع الكره بشكل عام ومع الاهلي. شهاب بيفكر في التسديد، لم كورته وعدى وحطها حلوه، مفيش تسلل، مفيش تسلل وعرضيه جول. العرضيه لورا كانت لازم تبقى لقدام، انما السقوط على الارض لسه موجود. مين بيسدد في جول؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، حلوه 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 يا شهاب، حلوه يا شهاب. وبيدي الكوره، بيهدي لمين؟ مش شايفين مش شايفين مش شايفين. بيقول لحد وحشتنا، بيقول لمين وحشتنا؟ بيقول لبركات، بيقول له البركات، بيديها كلهم لابسين تيشيرت بركات، وحشتنا يا بركات. بيضغطوا عليه عايزينه يكمل معاهم. سعد سمير وشهاب الدين احمد اللعيبه لابسه تيشيرت ابيض كشف عنه بعد هذه الكره. ادي الكره هنا يعني دخل على طول بباطن القدم اليمنى، لعبها كانت عايزه لقدام لكن رجعت لورا. هنا سعد لكن رجع تاني شكري، حط الكرة على طول بباطن احمد مانجا، هو اللي حط الكرة في الجول. احمد نبيل مانجا مع الدقيقة 30 بيقول لصديق اطلع شوية هديها لك بينهم. يا ولد يا ولد، حلوة والعرضية، يا سلام. لو الكرة دي بقول لحضرتك شفتوا اتعمل فيها كل حاجة، اتعملت فيها اللمحة واللفتة، واتعملت فيها الهمسة، واتعملت فيها التسديدة. جميل جميل جميل، مفيش كلام. ادي هنا استلام بركات، يا سلام، والنبي مع عرف السيد. وادي هنا صفرة النهاية يطلقها مشاهدينا الكرام، مشاهدي نايل سبورت في كل مكان. حكم اللقاء سمير محمود عثمان، معلنا عن تقدم النادي الاهلي بالثلاثية لهذا. سيداتي آنساتي سادتي مشاهدينا الكرام، مشاهدي نايل سبورت في كل مكان، نجدد التحية لحضراتكم. تحياتي معلق المباراة أشرف محمود، في نائب الرئيس 3، في نشوف الكرة الخطيرة لكن بيطلع على طول مهندس إبراهيم المعلم مع الكيميائي مختار حسين، دول على الرئاسة، على منصب نائب الرئيس طويلة وعضو مجلس إدارة قبل ذلك. شوف الكرة عالية بعيد بره الملعب. والكيميائي مختار حسين أيضا له تجارب في مرة تانية. شكري دخل منطقة 18 بقدم اليسرى، عايز يسدد عايز يسدد، رجع يا ولد فنت حلو، أحلى كلام، إنما ما اكتملش العنوان، طلعت بره بره بره. عاشور الأدهم وحق صد من 3 لاعبين. مقطوعة إلى شريف إكرامي. الجونة بيجري الإحماء. ادي هنا سيد معوض عايز يلعب الكروس العرضي، عمل العرضيه على طول عامر بايده، يا ولد يا عامر، على طول حطها في المكان الغالي اللي بيعود ان شاء الله النهارده نشوفه ونطمئن عليه ونستمتع بادائه ولمسته الراقيه. ادي هنا المحاوله من شكري، لعبها ترتد من القائم، لا 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 لا، شوفوا كان لعبها بمهاره عاليه قوي. وادي بركات الزئبقي 1 و2 وشكري، شوفوا عاملها، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، بلياردو بلياردو بلياردو، والله حلوة وإعادتها أحلى، يا ولو جول أحلى وأحلى. وادي التصويبة الرائعة اللي رايح معاها بتراي كده مع البطولة. عاشور الأدهم التسديدة إنما إلى خارج الملعب، ضربة مرمى. شايف أنا السيد حمدي بيستعد ليه؟ الاشتغال على حساب أحمد عبد الظاهر ولا دومينيك،
ملعوبه من حسن جمعه حلوه، انما في نص الجول واخدها على طول بثبات شريف اكرامي. جول لعبد الله السعيد حلوه، وتاني عند بركات احلى من عبد الظاهر لبركات، وبركات عنده المساحه استلم وانطلق وعمل وضم ودخل لجوه ورجعها لورا ومين سدد والتسديده عبد الله السعيد ترتد وبركات مره تانيه والعرضيه. قول على الاهلي زي ما انت عايز تقول. فيما تبقى من المباريات لانه كانوا في اعاره، جدوا سلامات ليه عجر الجراحه، وعرفنا كمان ان هو تزوج. هنا الصراع لصالح مين؟ ادي الانطلاقه والسيد حمدي ومفيش تسلل وعلى رجله اليمين وممكن يسدد انما هربت ارتطمت كده، والسيطره والتمريره حلوه وسيد معوض لسه محتفظ بكورته وواقف عليها ومستني، انما حكم اللقاء بيقول خلاص الا تتوقف الساحره المستديره عن الدوران. ملعوبه حلوه على حدود نقطة البينالتي وتسديدة قوية جميلة من حمدي، لكن ببراعة ورشاقة يتألق عامر ويطلع. ادي السيد حمدي النجع بحماس اللاعب اللي راجع من إصابة، باعتباره بقول لحضراتكم متعطش، ودي ملعوبة في مكان فاضي حلوة قوي وحسن جمعة وبيا تسديدة بالقدم اليسرى، انما يا ولد يا بركات نزل يا جماعة. ادي الرشاقة ادي المهارة حلوة وبعدين يا عبد الظاهر الى خارج الملعب ركنيه. عيد يا مخرجنا عيد، ورينا بركات كان بيعمل ايه. هيطلع رقم 30 واحد من نجوم اللقاء احمد نبيل منجا. ادي ده الاستلام الحلو بتاع مين؟ بتاع احمد عبد الظاهر، امتصاص رائع، وقف على كورته عمل يعني ناحيه اليمين واحد شمال حطها لكن الى خارج الملعب. انا عايز كره بركات، كم نفسي اشوف كورتين لبركات متتاليتين في الوضع الدفاعي، انما حسام غالي يعود وشريف إكرامي طالع له لغاية نص الملعب عشان يديله شرط القيادة، بيقول له مرحبا بك عدت والعودة. يستلم على طول شهاب، لمسة ولعبة مرة تانية السيد حمدي حطها والتسديدة، لكن يا ولد يا عامر تسديدة من وعبد الله السعيد، اللمسة لعبد الله، التسديدة حلوة الفكرة لكن التنفيذ بعيد افتقد الدقة. ادي عبد الله السعيد لمسه ولعبه محاوله تسديده فوق، خدها من تحت لفوق السيد حمدي، تبقى على طول ضربه مرمى. تعددت محاولات بيحطها يا ولد. شفتوا اللمسه دي؟ يا سلام يا غالي. وادي برضو عبد الظاهر بيحاول عايز يجيب جول يعزز بيه رصيده التهديفي، جاب جول في الشوط الاول. شايفين الكره معديه على طول مفيش حد مقابل، وعلى طول عمرو الصفتي بيطلعها بره الملعب ضرب، والتصويبه تتقطع وترجع مره ثانيه. يعني في انتفاضه كده للجونه، محاوله وضربه راس، انما بره الملعب ضربه مرمى. طير كده للنادي الاهلي، يستلم شهاب بيفكر هو في التسديد، يلا انت مدفعجي الرابع يا ولد يا جماله فعلا جميله الكوره، جميله مفيش كلام حلوه حلاوه مفيش كلام. شوفوا حضراتكم الراجل طلع، شفت يا شهاب لما بتهدى بتعمل ايه؟ بقول لك سدد انت مدفعجي، انما لعبها بالعقل وخدها وحطها بطريقه حلوه قوي. يقول لك الشوط الثاني يطلع كده، لا مع الدقيقه 89 مع الدقيقه 9 متبقيه كده بقت اقل خلاص 10 ثواني على نهايه الوقت الاصلي. والله الراجل ما استناش ال10 ثواني، قال لك كفايه يعني 6 ثواني باقيين، اطلق صفره النهايه.